حبايبنا الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعضينا اكله موفره من نص كيلو لحمه. هتعملي وجبه حلوه سخنه لولادك وموفره وجميله ومغذيه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا النهارده. بس معلش سامحونا، النور قاطع فهنضطر نصور من غير نور. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا النهارده. بصي يا ست البنات معانا. ماشي، هنحط حتة زبدة وهننزل عليهم ببصلاية كبيرة. ننزل عليهم ببصلاية كبيرة مفرومة مضروبة في الكبة. تمام، بس مش منعميها قوي. هنحمر البصلة تاخد اللون الوردي الذهبي كده. بعد كده هننزل عليهم باللحمة المفرومة، نص كيلو لحمة. هقولك هنعمل منه ايه دلوقتي. تمام، كده البصلة احمرت معانا. هنزل عليها بنص كيلو لحمة مفرومة. تمام، هعصجها. هعصجها كده لحد ما تفك كلها من بعضها. تمام، طبعا هي مش باينه عشان النور قاطع. يا رب يجيب ان شاء الله على طول. هبهرها بشويه ملح وفلفل. تمام، شويه ملح وفلفل بس، مش اكتر من كده. نبدأ نقلب فيها لحد ما تفك كلها من بعضها.
اهي هفضل ارص فيها كده لحد ما تتعصر. تمام. حطيت لها ملح وفلفل اسود، بس الفلفل الاسود عندي انا عامله خلطه كده 7 بهارات، حبهان على كزبره صيني على جوز الطيب على فلفل اسود. ماشي، دي تشكيله كده انا عاملاها عندي. مش هبهرها غير بملح وفلفل بس، عشان ما ايه، مش بكتر التوابل اللي بنحطها يعني. لكل اكله ليها توابلها معينه، توابل معينه. خلاص كده هي فكت كلها اهي من بعضها. تمام. بس كده تمام. تمام خلاص كده ايه، اتعصبت اهي كده. تمام. هقول لكم دلوقتي بقى هنعمل ايه. ماشي، هشيل نص الكميه كده، هشيل نص الكميه كده، والنص التاني هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. والنص التاني هنزل عليه بنص كيلو كوسه مقطعه مكعبات، متقشره ومغسوله كويس ومقطعه بمكعبات دوائر حلقات. تمام. هحطه عليها اشوحها معاها، وبعد كده ايه، انزل عليهم بعصير الطماطم. نشوح كله بقى مع بعضه. تمام. وانزل عليهم بعصير الطماطم. هشوحها هي اللحمه والكوسه مع بعضيهم. تمام. شوحهم تشويحه حلوه كده مع بعض. وانزل عليهم بالطماطم. الطماطم مغسوله ومتصفيه ومتشال القشر بتاعها، مضروبه ومتشال القشر بتاعها ومتصفيه. تمام. نسيبها بقى تغلي. يلا. هنعمل مع بعض شويه رز جنب الكوسه باللحمه المفرومه. حطينا زيت وهننزل بشويه شعريه.
هنحمر الشعرية ونحط عليها الرز ونحط لها المية ونسيبها. هنحمر الشعرية وهنحط لها قالب مرق الدجاج، وناخد بالنا من الملح واحنا بنحط، عشان المرقة بتبقى اصلا ايه فيها ملح يعني، هنظبط الملح بتاعنا كويس. ننزل بالرز ننزل بالرز ونحط له الملح ونظبط ميته ونسيبه. نقلب شوية عشان يتشوح مع الزيت. ونحط له شوية ملح. نقلب كله مع بعضه، نحمره كويس كده ونقلبه كده ياخد تشويحة في الزيت، وبعد كده ننزل ايه بالمية. ننزل لازم المية تغطيه. بس كده هنغطيه ونسيبه بقى لحد ما يتشرب ونوطي عليه. بصي يا ست البنات، النص التاني الحبه اللي شلناهم من اللحمه المفرومه، تمام، هقولك هنعمل بيهم ايه دلوقتي. هنعمل بيهم لفه جلاش. تمام، معانا لفه جلاش. الحمد لله النور جه. ماشي، لفه جلاش كده لقيتها مركونه عندي في التلاجة ومستخبيه ومتداريه. تمام، هي طبعا من رمضان، يعني كتر خيرها انها لسه عايشه. ماشي، هي مفرفتة ومهربدة بس مش مشكلة، نعملها برضه. بصي يا ست البنات، هتجيبي الجلاش، هتفردي كده وهتدهني سمنة.
هنفضل نرص في ورق الجلاش لحد ما نخلص نص اللفة، نخلص نص اللفة التعبانة شوية دي. بس هتنفع برضو، هتنفع، كل شيء بينفع، مفيش حاجة ما بتنفعش، مفيش حاجة ما بتنفعش، كله شغال. هنفضل بقى كده كل ورقة نحطها ندهن ما بينهم سمنة وزبدة. تمام. ونحط غيرها، والدهني تمام. واحط رق غيره وادهني. ونحط كمان راق. حتى المتقطع حطيه عادي، مش هيقول لا. تمام. هنفضل نلف كده، نحط كل ورقة كده وندهن ما بينها زبدة. تمام. ونحط اخر ورقة، وبعد كده نحط الحشوة في النص. تمام. الحشوة بقى، بصي يا ست البنات، هنحط الحشوة عبارة عن شوية اللحمة المفرومة اللي احنا اخدناهم،
تمام. تمام. وهحط عليهم شوية فلفل ألوان. تمام. وهحط عليهم شوية زيتون مخلي. بس كده، وقفلي بقى. نقفل بقى الصينية بتاعتنا. يلا. هنقفل الصينية. تحكمي كده ايه الحشوة في النص عشان ما تطلعش. ماشي. ادهني بزبدة. كده خلصنا، رصينا كل الورق الجلاش. تمام. هنقطعها، قطعتها كلها، وايه هنسقيها بقى ايه بالزبدة. بعد كده ندخلها الفرن وهنعمل لها صوص التشريب ده بعد ما تخش الفرن اول مرة، ونطلعها ونحط لها الصوص بتاعها بتاع التشريب اللي هو اللبن والبيض، وبعد كده ندخلها تاني. تمام. هتعملي لولادك أكلة نظيفة في البيت أحسن من أكل الشارع 100 مرة. تمام. بقى بمكونات موجودة عندك في البيت، وحاجة موفرة وحاجة اقتصادية ونظيفة أحسن من أكل المحلات. بس كده تمام. هندخلها بقى الفرن لحد ما تحمر أول مرة شوية، وبعد كده نطلعها نحط لها صوص التشريب وندخلها تاني. كده طلعنا صينية الجلاش، يعني زي ما بيقولوا كده نص سوا. ماشي. انا كده هنا عملت بيضة على نص كوباية حليب، وهنحطها عليها وندخلها الفرن تاني. ماشي. هنسقيها كلها وندخلها تاني الفرن. هتطلع مورقة وحلوة وطرية وجميلة. وبكده خلصنا الرز والكوسة، طالعة جميلة وطعمها بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة. أكلة جميلة بجد، جميلة جميلة. والكوسة حلوة جدا ومفيدة جدا ومغذية جدا وحلوة قوي للقلب. جميلة. وغلطانة اللي ما بيحبش الكوسة والله، بجد غلطان اللي ما بيحبش الكوسة.
والجلاش كمان طالع جميل 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 جميل، ومورق وحلو جدا. حاجة بصراحة كده وهم، مش قادرة اقولك الجمال والطعامة. ومن نص كيلو لحمة عملنا أكلة حلوة موفرة، ولمينا ولادنا وقعدنا واتغدينا، وحاجة كده تحفة وجميلة ونضيفة في البيت بدل أكل الشارع. وربنا يحسن ما بين ايديكم. اتمنى تجربوها وتعجبكم، وتقولي لي رأيكم في التعليقات، ومستنية تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. كنت معاكم رحاب حسين.